جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، فكرمه بالعقل والعلم، وهداه بأنوار الوحي، فعاش على هذه الأرض يتنقل بين هدي السماء وظلمات الفلسفات، إلى أن أشرقت حضارة الإسلام، فأنارت البشرية بعلومها المهتدية بأنوار ربها. وحينما انطلقت مسيرة النهضة العلمية الأوروبية، كان الصدام حتمي الوقوع بين الحقائق العلمية المكتشفة ونصوص دينهم المحرفة. وذاق علماء العلوم الطبيعية ويلات الصراع، حتى أيقنوا بأن التوافق مستحيل بين العلم وبين دينهم. أما علماء المسلمين فقد زادتهم بحوثهم في العلوم التجريبية يقيناً بأن حقائق العلم لا يمكن أن تتعارض مع دين الله الحق، لأن خالق الأكوان سبحانه هو الذي أنزل القرآن. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لقد اكتشف علماء العصر الحديث أن الإنسان يضيق صدره ويضطرب تنفسه كلما تصاعد في طبقات الجو العليا، والقرآن يسبق إلى وصف هذه الحال. قال تعالى: أمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وحينما كشف العلماء أن للجبال جذورا كالأوتاد غائرة في باطن الأرض، كان القرآن قد سبقهم بقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. كما أن العلم لم يصل إلى معرفة تفاصيل الجنين إلا في العصر الحديث، والقرآن يصفها قبل قرون عديدة بدقة وتفصيل. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الأمثلة وغيرها أظهرت لكبار علماء العلوم التجريبية من غير المسلمين التوافق الواضح بين الحقائق العلمية ونصوص القرآن والسنة النبوية، أو ما يطلق عليه اليوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الذي عرفه العلماء بأنه إخبار القرآن أو السنة النبوية الصحيحة بحقائق علمية أثبتها العلم التجريبي
وتبين عدم إمكان التوصل إليها في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صدقه فيما أخبر عن ربه. قال الله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لقد شهد كبار علماء العالم في العلوم التجريبية بما تبين لهم أنه الحق، ودخل كثير منهم في دين الله الحق. يقول البروفيسور الفرنسي الشهير موريس بوكاي: وهكذا فإنه يبدو لنا بأن القرآن هو الوحي المكتوب الذي لا شك فيه، والذي كان معصوما من كل خطأ علمي. ويقول عالم علم الأجنة البروفيسور الكندي كيث مور: يتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت من عند الله، وهذا يثبت لي أن محمد رسول الله. إن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة برهان الإيمان في هذا الزمان، حيث يخاطب الناس بلغة العلم ويناقشهم بحججه، فحقائق العلم هي الشاهد الثقة، وهي الحجة الموثقة في عصرنا هذا على صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله إلى العالمين. الله أكبر الله أكبر. فحان الحين لنرفع رايته وننشر دلائله، لتكون هادية للحيارى من غير المسلمين، وليزداد الذين آمنوا إيمانا في زمن شاعت فيه الشبهات وتنوعت طرائق الشهوات. وصدق الله العظيم. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن.